ازيك يا دكتور؟ فاكرني؟ فاكرك. لا لخص عايز ايه؟ هو اللي لخص عايز ايه وانا جاي اقضي منك؟ انا جاي احكي لك، انت سيرة بس مش ديلر يا عم انت. احكي اتفضل. انا لسه بعاني من نفس المشكلة يا دكتور. انا لسه واقع في ذكريات الماضي، مش عارف اتخطى النوستالجيا ولا عارف اجرب حاجات جديدة غير اللي جربتها زمان. تخيل يا دكتور انا لغايه دلوقتي ما شفتش فريندز ولا ذا اوفيس بسبب ان انا مقلق ان هم ما يطلعوش يرتقوا لمستوى العياده. كل ما احس ان انا محتاج اتفرج على سيت كوم برجع اتفرج على السيت كومز المصريه القديمه اللي شفتها. طب انت ايه شفت ايه سيت كومز اصلا؟ انا هقول لك. ازيك عامل ايه؟ اتمنى انت تكون فاكرني بجد والله. يعني انا اول حاجه اسف ليكم واسف لنفسي واسف للتشانل. انا عارف ان السحابات الغبيه دي بتضر التشانل مع الوقت، بس الناس اللي قريبين مني واللي عارفيني عارفين انا قاطع ليه. انا لسه بدرس وبشتغل في نفس الوقت، فمش لاقي اي وقت ان انا اشتغل على فيديوهات تقريبا، خصوصا ان انا اللي بعمل كل حاجه فروم اي تو زي. انا اللي بسجل، انا اللي بهندس صوت، انا اللي بمنتج، انا اللي بعمل الثامنيل، انا اللي ببلش، فانا اللي بعمل كل حاجه في الفيديو تقريبا. فكان واجب عليا ان انا اعتذر على السحبات الطويله دي قبل ما نبدا الحلقه، وهحاول بقدر الامكان ما اقطعش زي القطعات دي تاني. السيت كومز المصريه احنا كنا مميزين قوي في الحته دي لغايه ما الموضوع بدا يبقى كله افلام ومسلسلات رخيصه وكلهم نفس النمط. دايما البطل بيبقى اسمه حاجه غبيه قوي، اسمه الفحل. فالفحل ده عايش في منطقه شعبيه ومحبوب قوي من الناس. صباح الفل يا استاذ سيد، صباح الفل يا حمامه، تعال اشرب شاي يا احمد. دايما بيبقى في واحده من المنطقه حاطه عينها عليه وبتجيله قدام ورشته تقول له ايه يا فحل، مش ناوي تيجي تغير لي؟ يقابل صاحب ابنه صاحب ابنه وضف، يقابل ابن صاحبه بيلعب كوره في الشارع، يقول له ولا مش انا وابوك قايل لك انا ما تلعبش كوره في الشارع؟ يقول له يا عم فحل عايز اطلع العب كوره، عايز ابقى زي محمد صلاح. بس انا كواحد بيحب السيت كومز ومتربي عليها من وانا صغير، حسيت ان حقي اتهدر وسط العبث ده كله. حسيت ان انا لازم اتكلم في النقطه دي. كان في ترند طالع الفتره دي، هو انك لو عايز تعمل عمل ناجح اسم العمل يبقى اسم راجل واسم ست. تيمور وشفيقه، عمر وسلمى، تامر وشوقية. مبروك، انت العمل بتاعك رقم 1 في شباك التذاكر. السيت كوم كان من بطولة احمد الفيشاوي ومي كساب، اللي هم كانوا يعدوا نجمين صاعدين في الوقت ده. وجات فكرة السيت كوم وعملوه فعلا، والفكرة بشكل ما طلعت حلوة. مش عايز ابالغ بس الفكرة طلعت حلوة فشخ. عملوا سيت كوم صح بشكل صح تقريبا، خالي من الاخطاء الا في حتة معينة هجيلها كمان شوية. اول حاجة بس عايزك تبص على كمية ضيوف الشرف اللي طلعوا في السيت كوم ده، وبعدها بقوا نجوم شباك. ابرزهم احمد مكي بشخصية حسن دبور. فتخيل الباقي. فكرة السيت كوم بكل اختصار كانت ان واحد من طبقة عالية بيتجوز واحدة من طبقة شعبية. ومعلومة على جنب، حاجة زي دي ادت للمؤلف ميزة ما استخدمهاش بشكل كويس اطلاقا، وهي الافيهات. انا هتكلم بنبرة طبقية عنصرية رغم ان انا من هنا وساكن في الشؤون. كل الجوكس اللي كانت بتدور في المسلسل حوالين موضوع الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة كانت محترمة قوي، وقمة في احترام الآخر وتقبل الذات. اللي هو يعني لو كان في رشة عنصرية وطبقية بيرفكت. رجاء الجداوي اللي هي كانت أم تامر، وعلى النقيض الآخر نضال الشافعي اللي هو أخو شوقية، كانوا تقريبا الصورتين الوحشين للطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، بس كل واحد بطريقة مختلفة. يعني كان عالم غريب، دايناميك غريب، مسلسل ما فيهوش حاجه طبيعيه، بس كانت رحله بنت. النقطه الوحشه اللي انا ذكرتها لك من شويه كان هم حبوا يغيروا في اساس السيت كوم وعملوا مسلسل سموه لما تامر ساب شوقية، اللي هو ده كان اكتر هبوط فروم هيرو تو زيرو انا شفته في حياتي لاي حاجه. الكلام اللي انا قلته ده معناه ان السيت كوم انتهى رسميا بعد نهايه الموسم الثالث، وكل حاجه اتعملت بعد الموسم الثالث كانت عبث لما كان قبل الموسم التاني. شفت لما كان قبل. ايه ده؟ منزل الشاي كده لوحده قرديح يعني؟ امال اجيب لك ايه معاهم يا باشا؟ بقسماطتين ضاني مثلا؟ يعني والله شوف، سوليد 10 من 10. سوليد من البدايه. عادل سعيد بني ادم غبي معاه بازار غبي، متجوز واحده غبيه معاه بنت اغبى. المسلسل كله بيدور حوالين بيته اللي عايش فيه مع مراته وحماته واخت مراته وبنته وامه واخته. هما الستة مش طايقين بعض، وهما الستة اغبى من بعض. في البازار ده شغال معاه ابن عمه رمزي، وهو التجسيد الحي للغباء والجهل. وبالمناسبة عادل هو كمان غبي، لا هو غبي فشخ برضه. بس الكتابة والاخراج طلعوا عادل اذكى واحد في المسلسل رغم انه غبي قوي. يعني تقدر تقول انهم طلعوه اذكى غبي. هم مصدر لك حته انك انت كمتفرج تبقى اذكى منهم كلهم بطريقه حلوه، بطريقه عبقريه تخليك تكمل السيت كوم من غير ما تمل. مش عارف اتكلم عنه كتير لان اي حاجه هقولها تقريبا هتبقى محروقه او معروفه، بس الحاجه الوحيده اللي عايز اقولها ان اصوات الضحك المستخدمه في السيت كوم ده كل ما اسمعها بحس انها نازله على مفتاح انبوبه. هو عموما من صفات السيت كوم الكويس ان هو يبقى واخد طابع كاريكاتيري زياده عن اللزوم، بس الميزه في راجل وست ستات ان هم عرفوا يظبطوه من غير ما يبقى دمه تقيل او مبتذل.
اتصدمت ان ناس كتيره ما تعرفش بوجود السيت كوم ده اصلا، واتصدموا لما عرفوا ان محمد رمضان عمل سيت كوم الشركه. ده اوحش حاجه عيني شافتها من ساعه ما اتولدت تقريبا. سيت كوم مبتذل دمه تقيل من كتر ما كان سيء. عايز اقول ان هو كان موجه للاطفال، بس الحقيقه لا، نسخه مقرحه بنت 60 من ذا اوفيس. تخيل بقى محمد رمضان شايل سيت كوم. وايه السيت كوم بيبقى محتاج شويه انك ايه ده، وانا عبيط فشخ. انت محتاج تضحك عشان انا عبيط، فانت هتضحك عشان انا عبيط. فتخيل بقى محمد رمضان وهو بيستعبط. هو تقريبا كان بيمثل بنفس الشخصيه بتاعت فيلم واحد صعيدي. قد ايه الفيلم ده خرا وحش فشخ. ايه ده؟ في الطبيعي اي عمل فني حتى لو كان سيت كوم بيبدا يفرش لك الشخصيات وانت بتشوف وصف شخصياتهم من تصرفاتهم حتى لو في اول نص ساعه في الحلقه. انما الشركه السوليد 3.5 من 10 في الحلقه الاولى بيبدا بعامل النظافه بيشرح شخصيه حنان اللي هي مديره المكتب. دي الوحيده اللي تكاد تكون طبيعيه في السيت كوم كله. عندها او سي دي وبتهتم بالنظافه وبتدعي المثاليه طول السيت كوم تقريبا. استكمالا للعبه من انا اللي احنا بنلعبها دي، كل شخصيه هتبدا تشرح الشخصيه اللي هتخش. يعني مثلا حنان بدات تشرح شخصيه دنيا، قالت لك كده حرفيا: دي حنان بتاعت اللي بتعرفش تبدا يومها من غير اليوجا، تحب الابراج والطبيعه. مشكلتي بحسها ايه بقى، ما تحطليش المعلقه في بقي بالشخصيات، مش عايز. بعد كده تواليا دنيا بتبدا تشرح شخصيه عز، الكسول الخامل اللي مش بيتحرك، الغير صحي، الكذاب، ابن 60. بعد كده بيخش الان كانسلد جاي محمد رمضان. قد ايه نفسي اشوف محمد رمضان بيتكنسل. يعني هموت واشوف الاجراء ده بيتاخد. مفيش حاجه غلط ما عملهاش تقريبا. عز بياخد المايك وبيشرح شخصيه ضياء اللي هو محمد رمضان، شخص غبي مش متعلم هو كمان، بس غبي بقى غبي الغباء اللي هو اللي بيضحك ده، اللي هو انت انا انا اتجننت، انا محتاج اتشل ثواني. بس الغباء ده متبروز عشان يضحكك انت بس. انت يعني انا اسف، انت لو ضحكت هتبقى معلش. وزي ما قلت لك هو تقريبا بيمثل نفس شخصيته في فيلم واحد صعيدي، نفس الابتذال، نفس تقل الدم، وعارف رفعه الحاجب، طريقه الكلام اللي هي وبيبقى في شويه مشاكل من ملاك الشركه اللي عايزين يقفلوها بسبب ان الشركه بتخسر. بس محمد رمضان واللي معاه بيحاولوا جاهدين ان هم يستثقلوا دمهم ويبقوا مبتذلين عشان يضحكوك وعشان الشركه ما تقفلش في نفس الوقت. ايه ده، انا نسيت اقول لك عن نشوى مصطفى مديرة الشركه. ما تسالنيش ازاي، بالله عليك ما تسالني في الكومنتات ازاي. مش عايز اخش في تفاصيل تاني تخص السيت كوم ده. سيت دمه تقيل، نشوى مصطفى دمها تقيل. زي ما قلت لك هو متبروز عشان يبقى كاريكاتيري باكبر شكل ممكن، بس زي ما قلت لك دي اكتر حاجه بوظت الفكره عموما. كان نفسي اتكلم عن المميزات او عوامل النجاح، بس صدقني ما لقيتش. ما فيش والله، ما في. مش شايف. كل ما اجي افكر في عامل من عوامل النجاح هلاقيه عامل فشل. لا يعني يعني هو في حاجه غلط اكيد، دي نصوايا بجد. لو سالتني ايه امتع حاجه في السيت كوم ده هقول لك هو وقت الفواصل اللي بين المشهد والتاني، اللي هو ببقى ارجوك مدوا دقيقتين، مش عايز ارجع اتفرج تاني. تحس ان قعده الشركه نفسها، قعده المكتب، بتبقى عباره عن ان هم كلهم قاعدين وكل واحد بيتنافس مين هيقول ازنق افيه من التاني. بس رغم الاسفاف والانحطاط اللي انا بحكي لك عليه ده كله، سيظل الشركه ايكونيك شيت. Hands on my property. You didn't win in my yard. Wait. All of you. Daddy, chill. What the hell is even that? Get everybody out of. وعلى غرار الايكونيك شيت العياده. انا فاكر ان السيت كوم ده كان هو والشركه اكتر 2 سيت كومز عاصرتهم هم وبيتعرضوا للمره الاولى. وانا تقريبا ذكرياتي مع العياده اكتر لان انا كنت بستناه حلقه بحلقه، ولما رجعت دلوقتي اتفرج عليه اكتشفت ان هو طب ما حلو ده. لا بل وممكن اتفرج عليه تاني. قصته باختصار هي ان ادوارد اكتر بني ادم فيرجن في الدنيا، ده في السيت كوم طبعا، يعني هو طالع كشخص فيرجن ما يعرفش اي حاجه عن الجنس الاخر. بيدور على عياده وفعلا لقى عياده عشان يفتحها ويشارك صاحبه خالد سرحان، بس خالد سرحان بيصدمه وبيقول له ان هو مش عايز يشاركه، هيروح يشتغل في الخليج احسن. بس محمد شرف اللي بيكون التمرجي تقريبا بينقذه وبيقول له ان هو جايب له شريكه، وبتكون الشريكه دي بسمه ممكن تكون اكتر حاجه سخيفه في السيت كوم كله. يعني انا طالعه بشخصيه مخطوبه لواحد طول السيت كوم بتكلمه، مره تشتمه في المكالمه وتتزعق معاه، وتاني مره تقول له يا حبيبي لا حاجه قمه في السخافه تقريبا يعني. ونسيت اقول لك رسم شخصيه خالد سرحان، هو شخص نحس. في اول حلقه اصلا اول مشهد بيقول لك ان هو جاي في السكه تليفونه اتسرق ومحفظته وقعت، بعد كده الاسانسير بيعطل بيه. في نفس المشهد ده كان معاه بسمه، واكتشف ان هو يعرف بسمه من ايام الدراسه، وهو ايام الدراسه كان المفروض زير نساء،
وكان مرتبط بيها ومش لغايه دلوقتي ما اعرفش مين فيهم اللي كرف للتاني. وبتمشي بقى الاحداث، كل حلقه دايما بتيجي بمشكله، مره السباكه بتضرب في العياده، مره مريض بيجي يتعالج عندهم هم الثلاثه، دكتور سنان، دكتوره نساء وتوليد، وسيرابست. مره العياده تخسر، مره العياده تكسب، ويعوزوا يعملوا يغيروا الديكور، فيلاقوا نفسهم معهمش فلوس، يبقوا عاملين نص العياده ونص التاني لا. في افكار صح بتتعمل، وعلى الاقل انا مش حاسس ان ده مشفوف او مبتذل. بص اسمع التتر، اسمع العيادة كل مدى بتزيد كم عيان زيادة فيها من أشكال. بس تاريخي. معلش ثواني يا اسطى، شيل السكريبت يا اسطى، معلش اقفل السكريبت. نرجع تاني للشركه ابن البس. بكده الحلقه تكون خلصت. مش عارف الحلقه تطلع قصيره ولا طويله ولا حلوه ولا وحشه، بس انا قلت ارجع واحاول اعمل حاجه من الحاجات اللي انا كنت عايز اعملها من فتره. يعني الفكره دي كانت موجوده في دماغي ليها فتره، بس ما جاش الوقت ان انا انفذها، واتمنى تنفيذها يكون عجبكم. الى اللقاء في القريب العاجل ان شاء الله. بس سلام.